السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنقول بعض الرموز كده بسرعة، واللي عنده اي استفسار او اي رؤية يخش تحت الفيديو من تحت في الكومنتات يكتب لي، وان شاء الله انا هكون معاكم وهرد عليكم بإذن الله. بص يا حبايبي، اذا حد شاف الميت بيعطيه فلوس او بيعطيه اي حاجة، بيديله اي حاجة في ايديه وبيسلم عليه، ده هنا ورزق وسعد وفتحة خير عليكم بإذن الله. طيب اللي بيحلم ان في فار بيجري خلفه، ده يا جماعة احذري عدو، وعدو هيعمل لك مشاكل او هيعمل لك مشاكل كتير جدا. طيب اللي يحلم يا جماعة ان العربية بتاعته كانت ماشية ووقفت وعطلت، ده بتبقى امور هتبقى في مشاكل، او ان كان شغله هيقف، وظيفة وهتقف، مشروع وهيقف. طيب لو شفت ان العربية انت سايقها وماشية بسرعة ومفيش اي حاجة، اي تعترة او اي حاجة موقفة لك الدنيا، اعرف ان المشروع او الشغل اللي انت مقدم عليه او السفر امورك هتمشي وهتمشي بسرعة جدا. لو حلمت ان انت بتسافر من مكان لمكان تاني، او انت بتسافري من مكان لمكان تاني، ده انتقال من حالك فك ضيق او كرب لحياة سعيدة وحياة جديدة وامور وتغيير في حياتك للأحسن، ودخول الفرحة والسرور عليكم بإذن الله. طيب لو شفت نفسك او شفت نفسك اللي هي البنت العزباء او الولد الأعزب، ان انت بتحلم بالشخص اللي انت بتحلمي بالشخص اللي انت بتحبيه، او انت بالشخص اللي انت بتحبها باستمرار اكتر من مرة، اعرف على شيء مقدار حبه ليك او لهفته ان هو يشوفه، او لهفتك ان انت تشوفيه، ده في المنام. طيب رؤية الطيران يا جماعة، رؤية الطيران البنت العزباء دل على الزواج او الخطوبة، دخلت على فرح وهنا وسعد للست المتزوجة، خير داخل عليك وعلى بيتك وطولة عمر. إن كان جوزك بيقدم على سفر وشفت نفسك طايرة أو هو شاف نفسه طاير، فده رزق، وإن الأمور دي هتمشي والخير هيكون في السفر ده أو في الخير، يعني خير داخل عليك بكثرة. اللي يشوف يا جماعة، لو البنت العزباء شافت نفسها بتعمل بن او ماسكه بن او بتصب بن او بتشرب بن، ده ادخل فرحه، خطوبه او زواج او مناسبه عليها او وظيفه او اي حاجه هي بتتمناها هتقدر، لان رمز البن ده رمز الفرحه ورمز الخير يا جماعه. لبس الجزمه الكعب العالي جدا للبنت لما تكون البنت العزباء، ولما تكون مقاسها بالظبط بيبقى عريس كويس، عريس ذو منصب، حاجه قيمه بقدر كعب الجزمة اللي هو عليه، أعزكم الله. البنت العزباء لو شافت نفسها ان هي بتفتح باب، ده فتحة خير عليها، هيكون ان شاء الله تكون بعد صبر وبعد طول زواج او خطوبة ليها، بعد ما طال انتظار ان هي تتخطب او انها تتجوز، يعني تكون الدنيا كانت واقفة معاها، ربنا ييسر لها، لان البيبان اتفتحت قدامها، تبقى فتحة خير عليها بإذن الله. اي حد يكون في ضيقه يا جماعه ويشوف نفسه ان هو بيخش بيبان متفتحه او البيبان بتتفتح له، فك ضيقه وفك كرب عليه. طيب لو شفت ان انتوا ماسكين مفاتيح او بتفتحوا باب، اعرفوا ان ده رمز فتحه خير عليكم وسعد وهنا عليكم باذن الله. لو شفت ان الميت جاي بيكلمك او واقف معاكي او بيسلم عليك، اعرفي ان ده جايلك ببشرة خير، في بشرة انت مستنياها هتتحقق لك، حاجة كنت فاقدة الامل فيها هتحيا تاني وهترجع لك الحاجة دي وهتخش عليك بالفرحة والسعد والهنا. ده بعض الرموز يا جماعة، والله اعلى واعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس يا جماعة.